يعني انه انا بعد 12 سنه اتحول لمحكمه بقول لي، طبعا تحكمت انا طلعت بعد 14 سنه انه انت مشمول بالعفو بتصادر بتاريخ بسنه كذا، وبالعفو صادر بتاريخ كذا، وبالعفو 4 قوانين عفو انا صادره بحقي وبحق رفاقي كلياتهم وما تنفذت. لانه المشكله ما هي في قانون العفو، المشكله في المؤسسه التنفيذيه اللي بتقوم بهذا التنفيذ. المؤسسه التنفيذيه هي مؤسسه امنيه ليس من مصلحتها. اعتقالنا ما كان هو معاقبه لنا، كان معاقبه للشعب السوري كلياته. أي واحد من كل محافظة كانوا يختاروا واحد ويعتقلوه فقط لأدب المحافظة. وبعدين يعني هاي السياسة الأمنية أو هذه سياسة العنف هاي ما هي مسألة جديدة في تاريخ النظام. يعني بزمن بشار الأسد، في زمن أنا عشت بأحداث الأخوان المسلمين ب80 بحلب. أنا كنت عم بخدم عسكرية بمدرسة المدفعية بحلب. كان شفيق فياض يعمل كل استعراضاته العسكرية في حي السليمانية ذات الأغلبية المسيحية، وما في إخوان هونيك. كان القصد هو إرهاب المجتمع كلياته. كان بيسحلوا الناس بعربيات البي تي ار، العربات المصفحة، بشوارع العزيزية، بشوارع المناطق المسيحية، فقط ليأدبوا الناس التانيين إنه ما تفتحوا تمكن. سنتابع مشاهدينا الكرام